هو ليه لما الولد والبنت اللي معجبين ببعض بيحصل ما بينهم تجاوزات وتلامس؟ ليه بعد التجاوزات دي البنت بتحبه اكتر وبتتعلق بيه وبتشوفه احسن راجل في الدنيا، في حين ان الراجل ممكن يسيبها عادي؟ وزي ما قالت الحكيمه في احد الايام، الراجل لو ده هين ولا فراق. تعالوا اقول لكم، العلم بيقول ان جسم الست بيفرز هرمون اسمه الاوكسيتوسين 10 اضعاف الراجل. الهرمون ده هرمون الحب، هرمون الشعور بالامومه، هرمون لما بيتفرز بيحسس الست بالراحه. لذلك لما بتتجاوز مع اي راجل بتحس تجاهه بالامان، بتتعلق بيه عاطفيا جدا، بتحبه اكتر. والراجل يا ايه بيحصل له برضه نفس الكلام ده ولا احنا بس؟ قطعا لا، ابسولوتلي. الراجل جسمه متصمم بشكل مختلف تماما عن الست، ووجود هرمون التستوستيرون عنده قادر يخليه يفصل ما بين الجنس والحب. يعني ممكن يا خايبه يتجاوز معاكي عادي ولا يحبك اكتر ولا حتى يتعلق بيكي، اصلا الموضوع بالنسبه له ملوش علاقه بالمشاعر. فهمتوا حاجه؟ وده مش رايي، ده علم بيولوجي. الست كائن بيتعلق بسرعه، وده بسبب عاطفتها. ازاي؟ اللمسه الواحده للست بتخلي دماغها يفرز كميه عاليه جدا من الدوبامين، اي هرمون ليه علاقه بالسعاده. لذلك الهرمونز دي كلها بتخليها تشوف حموكشه احسن راجل في الدنيا، حتى لو كان حموكشه نفسه قاعد بيشد كلها تحت الكوبري. بتبقى حرفيا عمي عن عيوب، مش شايفه شخصيته الحقيقيه، وبالتالي مش قادره تحكم على العلاقه بعقلانيه. اما بقى التجاوزات بالنسبه لحموكشه متعه مؤقته وملهاش علاقه بالحب، لا بيحبها اكتر ولا حتى بيتعلق بيها. ولو حبها، طبعا انا وانتوا عارفين ايه هو نوع الحب. الست لما بتتلمس هرمون التوتر او الكورتيزول بيقل عندها، فبتبدا تحس بالامان حتى لو كان الامان ده مزيف، فبتفتكر ان حموكشه ده امانها في الدنيا حتى لو كان بيلعب بيها. وده بالظبط اللي الشيطان عايزك تعمليه، تحسي بامان مزيف مع شخص غلط. ده بقى ياخدنا لسؤال مهم جدا وحاجه مهمه قوي. ربنا سبحانه وتعالى مش عالم ان الست لما بتتلمس بتتعلق اكتر؟ اكيد طبعا عالم، لان هو اللي خلقها. لذلك ربنا لما حط حدود وضوابط شرعيه ما بين الولد والبنت، خصوصا في مرحله الخطوبه، لو الحدود دي في مصلحه الراجل ايراد، فهي في مصلحه البنت 360 ايراد، لان انت اللي تتعلقي بيه. ده غير لما تتجوزي معاه وانت لسه في بدايه العلاقه، افراز كل الهرمونز دي عمرها ما هتخليكي تعرفي شخصيته الحقيقيه. ما انت الحب عميكي بقى، وده يخليكي تبقي ناصحه وذكيه. لو لسه متعرفه عليه او لسه مخطوبين وبدا يطلب منك تجاوزات، اعرفي ان الراجل ده حاجه من ثلاثه: يا اما فاهم طبيعه الست كويس جدا وقاري ودارس وعايز يعلقك بيه بسرعه قبل ما تكتشفي حقيقه شخصيته المعفنه، او راجل ضعيف وعايز يعك وخلاص، او بيختبرك وعايز يشوف رد فعلك. وايا كان، انت الذكيه الشاطره اللي تعرف تحافظ على نفسها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ربنا قال لا تقربوا، ما قالش لا تزنوا. معنى كده ان جريمه الزنا ما بنقعش فيها كده خبط لازق، لا، دي بنروح لها بالتدريج. يعني ممكن مسكه ايد او حضن صغنن يخليكي من غير ما تشعري تقعي في ذنب كبير جدا سامحيش نفسك عليه. وده يخلينا انا وانتي نفهم ان الحدود مش قيود، الحدود